حد عارف يعني ايه الجمل برك؟ ما تعرفوش مش كده؟ برك يعني ايه؟ برك بس لما يتقال جمل قعد يعني قعد وهيقوم كمان شويه. برك يعني حط. برك يعني مهما ضربته عشان يقوم مش هيقوم، خلاص بركت. او التعبير اللي تقوله الامهات بعد ما يكون عندها غسيل وكنس ومسح وتنظيف يوم صعب قوي قوي قوي، وتقول ايه؟ انا حطيت خلاص. عارفين يعني ايه حطيت؟ يعني ايه؟ قعدت ومفيش نيه ولا حد يستجري يقول لي اعملي حاجه تاني. على المستوى الروحي اوقات ممكن الانسان يحس بكده ويقول لك انا حاطط، او ان انا حطيت، او ان انا عارف الصح ان انا لازم اصلي واقوم، بس يا ابونا ما عنديش طاقه. صفر. لا طاقه نفسيه ولا طاقه جسديه ولا طاقه روحيه. ايه اللي بيخلي الناس توصل للاحساس الروحي ده؟ الحقيقه اكتر من سبب. هشرح لكم الاسباب دي كرا، يعني ايه، مش هخش في التفاصيل لان انا مش جاي اتكلم على اسباب انك بركت، او اسباب انك حطيت، او اسباب انك انت بتقول ما عنديش طاقه، او ان انا مش قادر اقوم. هقول كده كم سبب بسرعه. اول سبب يخلي الناس تبرك في حياتها الروحيه وتحس انها مش قادره خالص، حاجه اسمها خطيه متكرره قد يكون لها حكم العاده، مثل معظم الاسئله اللي اتكلمت النهارده على خطيه النجاسه. لان في اسئله انا ما قريتهاش لان لقيت ان انا جاوبت في السؤال الاولاني على نفس الفكره. واحد مش قادر يقول لا تشمتي بي عدوات فان سقطت اقوم، لانه بيقول ايه؟ انا كل ما بقوم بقع. فالقاعده عندي مش القيامه، القاعده عندي الوقوع، وعشان كده انا حطيت. انا مش قادر اقوم، انا بقيت عامل زي الجمل اللي بيقولوا عليه برك خلاص. حاجه تانية تخلي الانسان يحط او يبقى ما عندوش طاقه ايجابيه. يقول لك بص يا ابونا انا عارف نفسي، انا ياما ابتديت اقصى مره ابتديتها قعدت معايا 28 29 يوم. كنت بقرا الانجيل كل يوم، وقمت كنت بصلي صلاه باكر الصبح وصلاه نوم بالليل او غروب بالليل. وبعد فتره لقيت نفسي ما بصليش اي حاجه تاني. عارف يا ابونا انا دي شخصيتي من وانا طفل، ما اعرفش اذاكر الا وانا مزنوق، او انا شخصيه متمرده لا تقبل النظام في حياتها، فعشان كده بزهق بسرعه وما بكملش. وبما ان قاعد اطلع وانزل اطلع وانزل اطلع وانزل، لقيت الطلوع سخيف، لان كل ما بطلع احبط لما بنزل. خليني بقى في النازل وقاعد ومريح ومتغطي. انا بقول لك انا حطيت، او انا بركت خلاص مش قادر اقوم تاني. يا اما خطيه، يا اما دايما انا كثير البدايات وكثير الاخفاقات بعد البدايات. سبب ثالث خلاني زهقت ويئست، طبع فيا كرهه، لان بيخليني اخسر الناس اللي اعرفها واضايق الناس اللي في البيت. وكل مرة اقع في المشكلة دي او في الطبع ده ضميري يوجعني بعد كده قوي 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 ومفيش فايدة. طبعي كده، انا بكره نفسي وانا غضبان بس بغضب. انا شكلي بيبقى زي العفريت وانا بزعق بس لسه بزعق. انا بصراحة مهزوم من طبعي ومصدق القول اللي بيقول علمت فيك ما علمت والطبع فيك غالب. مش قادر طبعي ما بيتغيرش. وممكن تاني واحد يقولك انا بركت او انا حطيت لان بقاله فترة في الفتور، لا حاسس بطعم اللي بيقوله ولا حاسس بأي كلمة، فاتر داخل القداس من أول آخره سرحان.
طب احضر القداس تاني ليه؟ ده انا بروح القداس يجي لي دينونه. بفتح الاجبيه، اقول لك حاجه يا ابونا، انا كنت شاطر في الحفظ، وعشان ابتديت اصلي الاجبيه من تاني اعدادي تقريبا حافظها كلها. انا بقول لك اهو، انا اكرر الكلام باطلا كالامم، وما فيش خلاص انا حطيت مش عارف افتحها. وواحد تاني اقول له يا ابني مالك بارك كده زي الجمل اللي برك، وليه حطيت زي الست اللي قاعده على الكنبه مش قادره تاخد نفسها، مالك كده؟ يرد ويقول انا بصراحه شخصيه ضعيفه بلا اراده، مهزوم دائما. في ناس شايفه في نفسها كده فعلا، وخاصه يا ابونا في الحياه الروحيه. ده انا حتى الدكتور قال لي لازم تخس علشان ركبك تعباك، مش عارف اخس. بقول لك انا بلا اراده، انا ضعيف وبلا اراده. يعني هيعمل ايه؟ انا هتعمل فيا ايه؟ انا اهو بركت، اهو بركت، انا بلا اراده. وفي ناس تانية بركت وحطت. بقول لهم ليه؟ يقول لي الكنيسه هي السبب. اقول له الكنيسه هي السبب؟ جديده دي عليا، انا ما عرفتهاش في حياتي خالص. يعني زي الجديده الكنيسه تكون سبب؟ الصلاه اللي احنا بنصليها. اذا كان الصديق اللي هو القديس بالجهد يخلص، طب انا اروح فين؟ ده انا ماليش علاقه. انتوا جايبين لي قاعدين تقولوا امنا اريني وكانت مش عارف في مصر قديمه لقت نفسها في المعادي ورجعت من غير اوبر، راحت جايه سواح وسياح، وقاعدين تقولوا لنا حكايات وقديسين. وبعدين نخلص اذا كان الصديق بياخد خص اللي بعراها على طول الاقي اذا انا عتيد ان اقف امام الدين مرعوبا ومرتعبا. اروح داخل على الستار يقول لك تفتح الاسفار وتكشف الافكار، اية ادانه تكون ادانتي انا المضبوط بالخطايا. لا، ما دام خسرانه ومش جايبه، خلينا حاطين، خلينا قاعدين. كل الافكار دي قد يكون فكره منها لازم تكون اتحاربت بيها، او فكرتين او ثلاثه، او الكوكتيل كله اخدته. يعني اتحاربت بكل ده. مره فاقد القدره، فاقد الطاقه، اصل انا مفيش فايده، اصل الموضوع صعب قوي 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 قوي. ده انا بصلي امانه لازم مقدمه، وبعدين اروح الكنيسه يقول لك الانبا بشوي طول الليل شايل شعره، والانبا مقاره صلى من غروب الشمس ما فاقش الا لما الشمس ضربت في وشه. ما فاقش. عارفين ايه ما فاقش؟ يعني مستغرق في حب الله. يوحنا الصغير خبطوا عليه 3 مرات، كل مره يقول لهم عاوز يقولوا له القفف، يقول لهم خش يا ابني خد، انا مش دريان. سرحان. انا ما اعرفش غير السرحان اساسا. يعني هم مستغرقين في حب الله فما بيسرحوش. انا كل اللي اعرفه سرحان في سرحان في سرحان. بعدين تحكوا لنا الحاجات صعبه قوي قوي قوي، الواحد بيحس انه بيغرق ومش عارف. طبعا انا مش جاي احبطكم ولا جاي، انا جاي اكشف لكم اللي ممكن يكون جوانا وسبب لنا ان احنا ايه حطينا، او ان احنا ايه بركنا زي الجمل اللي حرن ومش ناوي يقوم تاني. اسوأ مصيدة هي مصيدة اليأس. علشان كده انا عاوز اتكلم معاكم النهارده في عنوان كلمة، او هقول الكلمة الروحية تحت عنوان محتاج اقوم. محتاج اقوم من اللي انا فيه. لان حتى لو مريت بكل اللي انا قلته لكم، انت لو فضلت بارك ولو فضلت حاطط مش هتخش السما فانت محتاج تقوم وانا محتاج اقوم. عاوزين بقى نتكلم النهارده بروح الرجاء. يعني ايه محتاج اقوم؟ هو الحقيقه انت مش محتاج تقوم، انت ما عندكش اوبشن، انت لازم تقوم. طب لازم تقوم ليه؟ هقول لك كذا حاجه. اول حاجه تخليك تستعيد الثقه انك ممكن تقوم من الحطه اللي انت فيها والوقعه اللي انت فيها في مصاده اليأس، ان الهي، دي نمره 1،
يقيم امواتا. الهي ايه؟ يقيم امواتا. يعني ايه الهي يقيم امواتا؟ انتوا عارفين المسيح في 3 معجزات قيامه اموات للمسيح عملها. الاولانيه كانت ابنه يايروس، لما الراجل راح كلم اول حاجه ان البنت دي لما الراجل راح يكلم المسيح كانت لسه عايشه، قال له ما عنديش غير بنته في حاله خطر قوي 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 قوي، وبعدين حصلت معجزه في النص، وبعدين عبل ما راح قال له ما تعبش نفسك الايه؟ ماتت. فالمسيح راح وقال لهم لا دي نايمه. نايمه. يا ريتك كنت شافتها. اصل هم ناس حجموا قدره المسيح انه ممكن يشفي مرض، لانه دكتور شاطر. مش شايفين انه اله معجزات ويقدر يقوم ميت. فقال لها قومي وقامت. المعجزه الثانيه كان بعديها بقى واحد ايه؟ مش لسه ميت طازه، الاولانيه دي ميته طازه، الثانيه ميته بعد ايه؟ بعد كام الراجل اللي هو ابن ارمله نايين ده بقى ايه؟ مات وبيت، وتاني يوم حاطينه في النعش عشان يدفنوه. فما شاف يسوع وشاف الارمله امه بتعيط، فتحنن يسوع وقال له ايها الشاب لك اقول ايه؟ قم. ده كان بقى ميت بقى له قد ايه؟ مينيمم نص يوم، يوم الا يوم، مش عارفين، بس ده بقى له ايه؟ فتره. واسوأ واحد مات والمسيح كان غايب عنه كانت معجزه مين؟ العازر. ده ليه حكايه عندنا، ده بقى ده اللي فيها سبت في السنه القبطيه اسمه سبت العازر. يعني العازر ده بقى كان بقاله 4 أيام قد أنتن. انتوا عارفين يا جماعة أي إنسان بيموت حتى بعد 2 3 بيحصل إيه؟ الدم كله بيتجلط. عشان كده لو ما لحقوش يعملوا صدمة كهربائية في أول 2 3 الدم بيبتدي ما يوصلش المخ ويبتدي يتجلط ويتقل قوي، لأن ما فيش قلب بيضخ، فخلاص الدم وقف في الشرايين خلاص. تاني يوم لو سكتوا عليه يبتدي بطنه بقى حالات التعفن، وبعدين بقى لعازر 4 أيام يعني إيه؟ قد أنتن. ليه ربنا عمل معجزات القيامة بالرغم ان كل اللي قومهم ماتوا تاني؟ وعندنا عيال دلوقتي بتموت وما بتقومش. ليه المسيح قومهم؟ ليه؟ ردوا عليا. اول سبب ده سبب عقيدي يثبت ان هو الله القادر، يعني المسيح هو الله عنده القدرة على القيامة او اقامة الميت. والاحلى المعنى الروحي، ان انا قادر اقوم ميت. انت مؤمن ان انا قادر ولا مش مؤمن؟ مؤمن. عاوز اسالك سؤال يا حبيبي، يا اللي محبط، يا اللي حاطط، يا اللي بارك زي الجمل، في ميت يقدر يقوم نفسه؟ طب انت مضايق ليه؟ طب ما انا عارف انك ميت وعارف انك ما تقدرش تقوم نفسك، بس اذا كنت عاوز تقوم لابد ان يكون عندك ايمان ان فيه اله لو ناديته عشان يقومك عمره ما هيتأخر عنك ولازم هيقومك، بس لو ارادتك فعلا حية وقوية. عشان كده لما بيجي لي ولد يقول لي يا ابونا انا ما بيجيش ليا نفس ان انا اصلي خالص، اقول له اقف قول ابانا الذي، وقول لربنا انا ماليش نفس اصلي. لو عاوزني اصلي اعمل حاجه، لانك انت ميت ومفيش ميت يقدر يقوم نفسه. لكن لو رحت للمسيح اللي قوم 3 اموات، سواء ميت حديث او ميت نص نص او ميت وقد انتن، عشان يقول لك انا قدرتي غير محدوده، ان لو اذنى الزناه، لو قاطع طريق اسمه موسى الأسود، لو مريم المصرية اللي خدت مركب وراحت القدس علشان تتاجر بجسدها لأن ده موسم وهناك زباين كتير، لو ما كنتش تعرف غير الشر والقتل بس جيت وقلت لي أنا ميت عاوز أقوم وعندك إيمان إن أنا أقدر أقيمك، هقول لك أيها الشاب لك أقول قم. علشان كده مهما كانت حالتك يا حبيبي قول ليا إله يقيم أمواتا وأنا ميت في خطية مش عارف أقوم منها، في شهوة رضية مسيطرة على فكري،
ده انا يا ابونا مش هنكسف ان اقول لك، ده انا بيبقى في وسط القداس وتجيلي مناظر من مناظر النجاسه اللي انا شفتها، شفت الموت والهلاك اللي انا فيه. اقول لك هو موت، هو هلاك، وما اقدرش اقلل من بشاعه الخطيه، لكن في اله قادر ان يقيم الاموات. انت التشخيص بتاعك ايه؟ ميت. الحمد لله ان عندنا واحد بيقوم الاموات. عرفتوا ليه الثلاث معجزات دول ليهم معنى روحي؟ ان مهما كنت مسلوب الاراده اقول له انا مش قادر، انا ميت. هيعمل ايه؟ انت عمر ما الواد الميت، عمرك العذر تفتكر اقترح المسيح يعمل ايه؟ الواد ابن امرأة قالت له البت اللي ماتت دي كانت ابن تايروس، قالت له اعمل ايه؟ هو عارف يعمل ايه، بس مستني انك تقول له انا ميت وعاوز اقوم. ليه؟ لانك لو انت ميت ومستحلي الموتة ما يقومكش. الكلام صعب ولا مفهوم يا ولاد؟ لو انت ميت ومستحلي الموتة ما يقدرش يقومك، لكن لو انت ميت ومش قادر تقوم بس قرفان من نتانة الخطية اللي مسيطرة عليك يقدر يقومك. عشان كده انت لازم تفرح. واحد اسمه شمشون زنى مرتين، اتجوز بغير رضا وشريعة ربنا. ربنا قال ما تتجوزش من الامم، تتجوز من السبط بتاعك او من اسباط اليهود على الاقل. راح مرتين واتبهدل. شمشون ده استهتر، وفضلت الست تزن عليه، ومن كتر قوته بالرغم ان كان في انذار واتنين ان الست دي نصابة ودخلت عليه الفلسطينيين وكشف لعبها، في الاخر من كتر استهتاره وثقته وغروره في قوته الجسدية سقط. عارفين عملوا فيه ايه؟ زلوه. اول حاجة فقعوا عينيه، وبعدين حلقوا له شعره، وبعدين لما يكون عندهم احتفال الفلسطينيين قال لك هات شمشون اللي كان بيموت بالمية وبالألف، ده مرة مسك قال فك حمار وقتل 1000 فلسطيني، هاتهولنا بقى. يعني عارفين لما يكون في واحد نمرة كده في سيرك، ورينا بقى، هاتوا الأعمى اللي كان متشطر علينا. يعني كان في قمة الخزي وقمة الموت. وفي آخر قصة شمشون، انتوا عارفين القصة، جابوه في المعبد بتاعهم، وكان في عمودين كده زي عمودين خرسانه، بس هو عمودين زي دول مش خرسانه، يعني عمود الحجاره يعني. قال له يا رب بس اديني القوه الاخيره، ما انا ميت بس عاوز اعيش لحظه واحده معاك ترجع لي فيها قوتي. وراح مسك العمودين وقال عليا وعلى اعدائي. يقول الكتاب المقدس ان اللي امتهم شمشون في آخر يوم في حياته أكتر من اللي موتهم في كل أيام حياته اللي فاتت. واحد ميت بس في آخر لحظة استنجد بربنا. واحد تاني ميت ومحكوم عليه وبيقول كده لأن أنا بعدل الجزينة اسمه اللص اليمين. ده ميت ده مات بجد، يعني خلاص فاضل له ثواني ويموت، بس اتمسك بآخر اسم. قال يمكن يكون بار وممكن يكون رب وسيد زي ما الناس بتقول، فقال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. ايه اللي عمله؟ اعلن موته، انا خاطي ومستوجب الموت. لما كان بيرد على اللص الشمال قال له ما تفتريش عليه، احنا بعدل جزينا ان نستاهل اللي احنا فيه، لكن ده بار. راح بص المسيح قال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. راجل عاش كل حياته غلط، كل حياته سرقه، ما لحقش يعمل عمل خير واحد. ازاي يكون الهك له القدرة على قيامة الاموات وتقول انا حاطط او انا نايم او انا مش قادر؟ حتى لو انت مش قادر هو يقدر. قصة قديمة قوي عاوز احكيها لكم، انا حكيتها كتير بس كل ما افتكرها يعني اتأثر شوية لسبب واحد، لأنها بتتكلم على واحد ميت وإزاي ربنا قومه. أبونا لؤى سيداروس حكى الحكاية دي قديمة قوي في الكتب اللي كان بيكذبها زمان الله يرحم نفسه. قال في يوم من الأيام في أسرة، أنتوا عارفين في مجموعة من الشوارع، يعني مصر الجديدة كده في مجموعة من الشوارع تلاقي إيه؟ شارع بلبيس، شارع المحلة،
شارع طنطا، يعني على اسماء المحافظات بتاعت وجه بحري، منطقه كده موجوده هنا في جنب ميدان الجامع، ما علينا. ففي شويه شوارع كده باراليل على البحر، يعني هم متوازيين جنب بعض، بس هم مينوبوليس، هولوبوليس، افيتوبيس، اي حاجه فيها ايس وليس وخلاص، يعني لازم تكون فيها يسين في الاخر، مجموعه شوارع. المهم في حد قال له ممكن يا ابونا تفتقدنا؟ قال له اه. قال له اكتب الشارع. قال له 13 شارع مينوبوليس، شقه 3 الدور الثالث. ابونا كتب، قال له هاجي لكم يوم الثلاث الجاي. ويوم الثلاث الجاي ابونا فتح الاجنده بتاعته، لقى اسم الشارع ورقم الدور ورقم الشقه، وفتح وخبط الباب. واحد كان لابس فانلة داخليه كده فتح له. البيت من جواه شكله كئيب شويه، وابونا ما عرفش هو غلط في العنوان ولا ما غلطش في العنوان. المشكله مش في دي، المشكله في الشاب اللي كان واقف ورا الشراعه وفتح الشراعه لمين؟ لابونا لوقا. حس كانه اتصدم او اتكهرب او الدم نشف فيه، عمل كده، هو رجع لورا. وهو بيرجع لورا ابونا لمح ازاز مكسور من الاوض ومحطوط عليه صوره للمسيح سادين بيه الهواء او حاجه زي كده، فعرف البيت ده بيت ايه؟ مسيحي. فقال له حبيبي يعني هو في ميعاد وزياره، ممكن اخش؟ الراجل فتح الباب وقعد وقال له انت ايه اللي جابك عندي؟ قال له شكلي يا ابني ممكن اكون معرفش ايه اللي حصل، بس انا جيت عندك، بس انت مالك مخضوض كده ومرعوب؟ قال انا هقول لك حكايتي. انا لغايه سن 14 15 سنه كنت شماس، وبعد كده لما جت الجامعه بتاعتي في اسكندريه ووالدي اخداني شقه، خدت الشقه اللي انا ساكن فيها دي. واول ما دخلت الجامعه اتلم عليا اصدقاء السوء، قمار، خمر، نساء. قمار، خمر، نساء، هي دي حياتي اليوميه. وكل يوم انا عايش كده بقالي اكتر من 14 15 سنه. قال له امال انت اتخضيت لما شفتني ليه؟ قال له هقول لك انا اتخضيت ليه. لان من 3 ايام كنت بدور في البلكونه، عاملها مخزن كراكيب، انتوا عارفين بقى عازب يعني بيته كله ما يتدخلش اساسا، يعني بيقلب 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 بيقلب، بيمد ايده في صندوق، طلع حاجه، طلعها طلعت كتاب مقدس. لا مطرب قوي، وعنكبوت بقى فضل ينظف فيه كده، وابتدى يمسك في الكتاب المقدس وطلع شويه ايات، انا مش فاكر القصه قوي لكن يعني قرا شويه في الكتاب المقدس. وفجاه حصل نوع من انواع الحنين للماضي والعلاقه مع الله. انا بحكي الحكايه بحسب ما اتذكرها يعني. وبعدين وقف وابتدت الايات تمس قلبه، وابتدى يسال نفسه اللي زي ده بقاله 14 سنه عايز زنا وقمار وسكر، ممكن يكون ليه نجاه؟ ده انا هالك هالك، ده انا ميت ميت، انا مفيش شر ما عملتهوش. طبعا اللي بيعمل كده عمل مخدرات بالسكه بقى، يعني كله داخل في بعضه. وبعدين عملت حاجه عجيبه جدا، بقيت ابكي زي الاطفال يا ابونا، ورحت واقف امام ربنا. احنا بنتكلم على الهي قادر على اقامه ايه؟ الاموات، وده انسان ايه؟ ميت. قال له انا هطلب منك طلب مستحيل، لان محدش في الكنيسه عارف عنواني. لو انت قابلني وعاوزني او ان تريد ان تقمني من الموت اللي انا فيه، ابعت لي كاهن بعد 3 ايام. وفتحت الباب بعد 3 ايام لقيت قدسك في وشي. عرفت ليه انا اتخضيت؟ عرفت ليه وشي اصفر والدم هرب من عروقي؟ لان اللي حصل ما يتوصفش. قول لي بقى انت ازاي جيت لي يا ابونا؟ راح مطلع البتاع، قال له يا حبيبي اهو العنوان 13 شارع مينوبوليس. قال له بس هنا شارع هليوبلس مش مونوبولس، بس اللي بيننا بين بعض شارع، فربنا توهك في شارع بس نفس الشقة ونفس الدور، عشان انا حطيت له شرط، اذا كنت انت اله قيامة اموات فاقمني انا الميت. لو انت عندك مثل هذا الايمان،
ربنا هيشتغل معاك. انا مش بقول لك القصه دي عشان تقف وتتشرط على ربنا ولا وتجرب الرب الهك، لا، هي القصه دي كانت اكزامبل وسامبل انك انت لو عندك ايمان ان الله قادر ان يقيمك من الاموات هتقوم من الاموات. علشان كده بقول لك اوعى تيأس، خلي عندك رجاء. بنت بقالها ساعتين ماتت قامت، ولد بقاله يوم، واحد بقاله 4 أيام، يعني في عمق الخطية وأسوأ درجات الخطية قدر يقوم. خلي عندك هذا الرجاء في المسيح. هو أنا محضر نقط كتير بس في الشيخ مش هاخد غير نقطة واحدة كمان ونكمل بقى الأربعة الجاي. نمرة 2، تاني حاجة تعملها لما تحسس انك انت حاطط وبارك قوي كده ومش عارف تقوم. احنا قلنا الاولانية ايه؟ الهي يقيم من الاموات، يقدر يقوم. 2، اتمسك بوعوده. هو وعد، والله ليس بإنسان لا يكذب ولا يسحب وعوده طول ما انت امين معاه في العلاقة. على سبيل المثال لما انت تكون يائس من كل الخطايا اللي انت واقع فيها وربنا بيقول لك لا تخف لاني معك، بيقول كده بيهزر؟ بيقول كده ومش ناوي يبقى معانا؟ لما ربنا بيقول لك كل مرة تصلي قول لي ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، عشان اقول لك لا مش هرحمك؟ ولا انا بقول لك تقول ايه عشان انا ارحمك؟ زي ماما ما بتقول لابنها روح قول للبابا اسف، عارفه ان بابا مش ممكن يقول له اسفك مش مقبول. فربنا بيحترم وعوده وبيحترم كل عهوده، علشان كده لازم تتمسك. ربنا قال كده من يقبل الي لا اخرجه خارجا. من يقبل الي لا اخرجه خارجا. وانا في تانية ثانوي، يعني قبل ما كلكم تتولدوا كتير قوي، من تانية ثانوي بتاع 50 سنة مثلا، بتاع حصل موقف حكاه لنا راهب. انا فاكر متهيألي كان دير البراموس القديم، حتى ما كانش لسه في بيت خلوة جديد، كنا جوه الدير القديم كده لينا أوضة 5 6 شباب قاعدين فيها. فراهب بيحكي لنا حكاية، بيقول ان كان في راهب يحارب بقتال الزنا، زي الشباب اللي بيقولوا ان احنا بنتحارب بحروب النجاسة، كان يحارب بحرب الزنا، وكانت قليته جوه الدير. فقال كل ما كان يسقط بالفكر، وطبعا بقى راهب وتجيله الحرب دي ويقع، لا بتوجعه قوي 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 قوي. فكانت تجيله روح نكد. يعني ايه روح نكد؟ ازاي انا راهب سايب العالم، ما كنت اتجوزت وابقى كويس وفي الحلال، لكن دلوقتي عليا نير، انا نادر البتوليه وبكسره مثلا بالعادات الشبابيه، اعمل ايه؟ فراح لاب اعترافه. اب اعترافه شيخ روحاني، قال له تصدق ربنا يا ابونا ولا ما تصدقوش؟ هو بيحكي له خطيته طبعا. قال له اصدقه. قال له المسيح قال ايه؟ قال له مش عارف انت عاوز تقول ايه؟ قال له قال كده من يقبل الي لا اخرجه خارجا. انا هطلب منك طلب، لو وقعت في الخطيه دي من باب قليتك للكنيسه قد ايه؟ قال له حوالي 7 دقايق مشي. قال له يعني بسيطه؟ قال له اه. قال له انت حافظ السكك مش محتاج تنور حاجه؟ قال له اه. قال له تطلع من قليتك جري وتقف قدام باب الكنيسة. طبعا الكنيسة بالليل بتتقفل بعد صلاة عشية عشان يخافوا ان الفيران تخش او التعابين تخش في الصحراء. ففي واحد اسمه الاب الكنايسي، الاب الكنايسي ده اللي بيجهز الكنيسة للقداس الصبح، وبالليل لازم يتأكد ان ما فيهاش حد ويروح قافل بالمفتاح. قال له تقف على باب الكنيسة وتحط ايدك كده وتقول له انت قلت وكلامك صادق، من يقبل إلي لا أخرجه خارجا، وأنا خاطي لا أستحق أن أقف قدام باب بيتك اللي يمثل السماء على الأرض،
بس انا متمسك بوعدك اللي انت قلته، ان كل لما اقع اجي واقول لك انا جيت، هتدخلني بيتك وهبقى جوه الحظيره، مش خروف مطرود بره الحظيره. بمثل هذا الرجاء انتصر الاباء. مهما كان طبعك، مهما كنت غلبان من خطيه، هو قال من يقبل الي لا اخرجه خارجه. طب لما انت تروح تقف وتعتذر له عن خطيتك، يبقى انت قبلت ولا ما قبلتش؟ قبلت اليه. طب لما تقبل اليه هيرفضك ويرجعك فاضي ولا هيضمك؟ هيضمك. عشان كده اللي بيفتكر وعود ربنا ليه بيتقوى من جواه، اليأس ما يقدرش عليه. في مثل الابن الضال، عاوز اسألك سؤال، انا لسه في حتة بتاعت من يقبل الي لا ارده خارجا. الابن الضال اللي سرق ابوه وورثه بالحياة وانفق كل عيشته على الزواني، موافقني ولا مش موافقني؟ الابن الضال اللي انفق كل عيشته على الزواني، لما رجع لابوه ايه العتاب اللي عتبه له؟ وايه النقرزه اللي نقرزها له؟ ما تردوا عليا. نقرزه، قال له 15 يوم مع الخدامين تحت وبعدين تطلع. اخوك ده برقبتك شغال معايا طول عمر وما طمعش فيا. عمل حاجه من دول؟ امال عمل ايه؟ حضنه وباسه. ليه؟ لان وعده صادق، من يقبل الي لا اخرجه خارجا. الله ليس بانسان، لان الناس ممكن توعد وتخلف، لكن لما ربنا يوعد يصدق، واي حد تاني ممكن يكذب. من وعود ربنا غريب قوي قوي قوي، في المزمور اللي انت بتصليه كل يوم يقول لك ايه؟ يقول له كده: تغسلني فابيض اكثر من تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المطاع. ويجي في حته ايه يقول لك ايه؟ شوفوا بقى الجرأة بقى فاعلم الاثم طرقك. يعني ايه؟ يعني واحد زاني بيقول لربنا نظفني واغسلني، عشان بعد ما تنظفني وتغسلني عايز اكلم الناس عنك. انت ليك عين ما تتخزي، انت اللي زيك يخش تحت سرير ولا تحت كنبه وما يوريش وشه. لا، انا عندي رجاء، لان ده وعودك انت قلت اذا كانت خطاياكم كالقرمز اللي هو الاحمر الداكن تبيض، هتبقى زي الصوف النقي وزي التلج. وانت قلت كده، وانت اللي هتعمل كده. انا ما استحقش، انا خاطي ومكسور ودمعتي على خدي وباصص في الارض. بس انا ما بتكلمش عني، انا بتكلم عنك اللي انت تقدر تقوم الميت. انا بتكلم عنك انت ان كلامك قدس اقداس، واللي انت قلته مش عشان نوعظ بيه، اللي انت قلته يشجعني ان انا اعيش وارجع لك. انت قلت لا اهملك ولا اتركك. طب انا بهمل نفسي، طب انا بسيب نفسي. تعالى اقرص ودني، اشخط فيا، افتقدني، اعمل اي حاجه، بس علشان تقوم من الحطه اللي انت فيها وتقوم من روح اليأس والانكسار قدام الخطيه، لابد من حاجتين اتفقنا عليهم النهارده. واحد، ان الهي يقيم امواتا، ولو كنت ميت يقدر يقومني. اتنين، طالب ربنا بوعوده وعهوده. قول انا ما استاهلش ان ادعى لك ابنا، اجعلني كاحد اجرائك. هيقول لك لا يا حبيبي، مش انتوا عندكم في اهل العالم تقولوا الضفر ما يطلعش من اللحم وعمر ما الدم يبقى ميه؟ ده عندكم انتوا على قدكم، لكن انا احببتك حتى الموت. ولو مش تصدقني بص عليا وانا عريان على صليبي علشانك انت. خلي عندكم قوه يا ولاد، خلي عندكم قوه. احتراما لوقتنا هنكمل المره الجايه